بمناسبة العيد كل سنة وحضراتكم طيبين. هنعمل مع حضراتكم النهاردة إن شاء الله خبز البطاطس بالجبنة زي ما انتم شايفين الجمال والحلاوة ديت. هنعملها مع بعض إن شاء الله بطريقة سهلة بسيطة، يا رب تعجبكم إن شاء الله. يلا نبدأ نشوف الجمال ده مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من مطبخ نادر السلمان. هنعمل معاكم إن شاء الله خبز البطاطس بالجبنة بطريقة سهلة بسيطة على الطريقة الكورية. هنبدأ إن شاء الله بالبيضة، وبعد كده هننزل عليها بحوالي 80 ملي من الحليب، وهنبدأ نقلبهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده هننزل عليهم بمعلقة سكر، وهنقلبها برضو مع 5 جرام خميرة أو حوالي نص معلقة صغيرة خميرة. وهنبدأ نقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين. وهنبدأ ننزل عليها بال200 جرام من الطحين أو الدقيق، وعليهم حوالي من ربع معلقة من الملح. وهنبدأ إن احنا نقلب الكلام ده مع بعضه كويس لحد ما تبقى عجينة كويسة تكون ناعمة. هنبدأ نقلبه لغاية ما العجينة تنعم معانا، وبعد كده هننزل عليها بحوالي من 30 جرام من الزبدة السايحة زي ما انتم شايفين كده. طبعا ممكن دي زبدة سايحة، وممكن ننزل عليها بزيت نباتي، مفيش أي مشاكل، بس الزبدة طبعا بتبقى صفرة وبتعطي شكل حلو للعجينة، وفي نفس الوقت هي نفس المهام وهتبقى ناعمة العجينة زي ما انتم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، العجينة ناعمة اهيت. هنبدأ إن احنا نسيبها علشان خاطر تخمر، وده من نجاح الخبز بتاعنا يا جماعة انه يخمر كويس. اهم حاجة الخميرة تبقى كويسة جدا وتخمر كويس جدا، واصبري عليها وما تسرعيش. هنبدأ نغطيها بستريتش زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ ان احنا نسيبها تخمر براحتها خالص. هتاخد لها من ساعة او ساعة ونص. طبعا العجينة طبعا بعد ما خمرت زي ما انتم شايفينها كده قعدت ساعة ونص تقريبا. بسم الله ما شاء الله خمرانة كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين اهيت. هنبدأ ان احنا نهبطها عشان نبدأ نلمها تاني. هنبدأ نلم العجينة تاني وهنشيلها على الرخامة بتاعتنا عشان نبدأ نشتغل فيها. رشة دقيق خفيفة، وهنبدأ إن احنا نعملها رول بسيط كده عشان نبدأ نقطعها قطعتين، علشان نعمل قطعة في الأرضية وقطعة في الوش زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ نقطعها قطعتين وهنبدأ نكورهم كور، بحيث إن احنا هنبدأ نفرد طبقة أرضية وطبقة في الوش. طبعا لسه طبعا هنجهز بعد ما نقطعهم كده ونبدأ نلفهم، هنسيبهم على جنب زي ما حضراتكم شايفين كده. وهنبدأ إن احنا نجهز الحشو بتاعنا. معانا 2 حبة بطاطس مسلوقة زي ما انتم شايفينها كده، هنبدأ إن احنا نكسرها أو نبدأ نهرسها زي ما انتم شايفينها كده. وهنبدأ ننزل عليهم بحوالي من 40 ملي لبن أو حليب، وهنبدأ ننزل عليهم بربع معلقة ملح وربع معلقة فلفل أسمر. وهنبدأ إن احنا نقلب الكلام ده مع بعضه كويس جدا، ونبدأ ندعكه ونهرسه مع بعض كويس جدا لحد ما تبقى مرهمية الشكل. زي ما حضراتكم شايفين الموضوع سهل وبسيط يا جماعة، وإن شاء الله يطلع معانا أحلى خبز ممكن نشوفه على الطريقة الكورية. طبعا بعد ما نعمنا البطاطس وبقت مرهمية، هنبدأ نجيب أول قطعة من العجين بتاعتنا، رش دقيق تحت ورش عليها من فوق، وهنبدأ إن احنا نفردها زي ما انتم شايفينها كده بكل سهولة، مفيش أي مشاكل في العجين خالص. هنبدأ نفردها بحوالي من سمك أو من قطر 30 سنتي تقريبا، عشان نبدأ نحط. دي أول قطعة طبعا زي ما انتم شايفينها كده فردناها. هنبدأ نجيب الصينية بتاعتنا اللي محطوط فيها ورق الزبدة زي ما انتم شايفين كده. هنبدأ نظبطها في الصينية وننزل عليها بطبقة من البطاطس اللي احنا المرهمية بتاعتنا اللي احنا عملناها. هنعمل طبقة البطاطس زي ما حضراتكم شايفينها كده. بسم الله ما شاء الله، مرهمية وناعمة وطرية زي ما انتم شايفينها كده. وهنبدأ ننزل عليها ب140 جرام جبنة موزاريلا زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجة طبعا نسويها كويس جدا عشان تبقى طالعة متساوية من كل الاجناب او من كل الاطراف. وهنبدأ نجيب الطبقة التانية، وهنبدأ ان احنا رش دقيق خفيفة من تحت ورش عليها من فوق زي ما انتم شايفينها كده. هنبدأ برضو نفردها كويس جدا بسمك حوالي من 30 او 31 سنتي، نخليها كبيرة سنتي بس في الفرد، بحيث ان هي تغطي وش الجبنة بتاعتنا زي ما انتم شايفينها كده. وهنبدأ نلم الطبقة اللي احنا حطيناها فوق، هنبدأ مع الطبقة اللي تحت هنبدأ ان احنا ندخلهم في بعض زي ما انتم شايفين كده. وهنبدأ نخليها نلفها لتحت كده زي ما حضراتكم شايفينها، بحيث ان يبقى شكل الرغيف بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، الخبز بتاعنا شكله ولا اروع من كده، حاجة جميلة خالص. هنسيبه يخمر حوالي من نص ساعة. وهنبدأ بعد الخمير زي ما انتم شايفين هنرجع بمعلقتين من اللبن. هنبدأ ندهن وش الخبز بتاعنا زي ما حضراتكم شايفين، ندهنه كويس بحيث ان طبعا الخبز لما يدهن هيعطي لون حلو في الفرن ولون احمر.
وهنبدأ بصوابعنا كده نبدأ نهبط برضو كده، مش تخريم تخريم يا جماعة عشان العجينة ما تبص مننا، حاجة بسيطة كده عشان الهواء اللي فيها يطلع. دخلناها الفرن على درجة حرارة 160 لمدة نص ساعة. زي ما حضراتكم شايفين طلعت من الفرن شكلها ولا أروع، بمعلقتين زبدة سايحة أو معلقتين زيت. هنبدأ ندهن وشها كويس. ومعانا حوالي بقدونس مقطعينه زي ما حضراتكم شايفين كده، هنبدأ نحطها على وشها. وده اختياري يا جماعة، اللي عايز يحط يحط او ما يحطش ما يحطش، بس شكلها بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة خالص. هنبدأ ان احنا نقطع عشان نشوف قطع مع بعضنا كده، ونشوف الجبنة بتاعتنا والبطاطس داخل الحشو عاملين ايه يا جماعة. حاجة بسم الله ما شاء الله شكلها ريحتها جميلة جدا. هنبدأ ان احنا نشوف قطع مع حضراتكم زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله حاجة جميلة خالص. شايفين القلب عامل ازاي يا جماعة من جوه؟ شايفين الحشو عامل ازاي؟ طبعا طالعة من الفرن سخنة نار. الجبنة طبعا بتمط زي ما انتم شايفين كده، وشكلها من جوه ولا اروع من كده. هنبدأ نقطع معاكم القطع زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله. قلبها مستوي، ومن تحت واخدة أرضية كويس، ومن فوق واخدة أرضية كويس. ما تخافوش يا جماعة ان الحرارة واطية، ما تقلقوش تفكروا ان هي مثلا هتنشف، مش هتنشف ولا حاجة. بسم الله ما شاء الله طالعة ولا اروع من كده، حاجة جميلة خالص. ريحة وطعم والشكل بسم الله ما شاء الله ولا اروع من كده. زي ما حضراتكم شايفين، شايفين الشكل عامل ازاي من جوه يا جماعة. الجبنة طبعا عاملة جو جامد جدا 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 مع البطاطس، طبعا حاجة مش قادر اوصفها لحضراتكم. بسم الله ما شاء الله الخبز بتاعنا طالع حاجة زي ما انتم شايفين كده ولا اروع من كده. يا جماعة اللي ما اشتركش في القناة يشترك لو عجبكم الفيديو، عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.